بصراحه الفيديو ديال اليوم غادي يصدمكم بزاف، بغيتكم كاملين تفرجوا فيه حتى الاخر حيت فيه شي حوايج اللي بزاف. كتعرفوا داك السائح اللي جبت عليه البارح الروسي اللي يجمع عليه قرش، جيب لي 17 القرش من دوك النوع ديال القروش ما كدوش على واحد النوع ديال الحوت، كيصفي على اي حاجه جات قدامه، ما كيخافش من القروشه والحيتان العملاقه، ما عندوش عجز من المستحيل، يجيبها من فم السبيع يحيد بالك. غادي نتعرفوا على هذا النوع هذا اللي غادي يصدمكم بزاف، كيلقبوه بسفاح البحار، انه الحوت الاوركا. الرجال السلام عليكم. بما انه نايضه مؤخرا على الحوت والقرش وكل شيء منوض على القرش، الناس اللي ما عارفينش شنو واقع نهائيا، الفيديو اللي حط لكم البارح راه شرحت فيه شنو وقع. اللي باقي ما شافوش غير لقاه في اول تعليق، دخلوا ليه الرجال تفرجوا فيه وفهموا لافير وعلاش مؤخرا كيدويو على القرش وكيدويو على السمك بزاف وداكشي. باش يكون في علمكم الرجال، القرش عاده ما كيهجمش على الانسان، حيت كاينين اكثر من 350 فصيله من فصائل القروش. ما بين هاد 350 فصيله كاين 4 ديال الانواع اللي كيهجموا على البشر، عندهم خطر كبير على الانسان. غنستغلوا هاد الموجه ديال السمك وهاد الموجه ديال القروش والحوت، غادي تعرفوا اليوم على الملك البحر اللي عنده واحد الهيبه كبيره بزاف، كيحترموه وكيضربوا ليه الكبيره والصغيره. ولكن قبل غتلقاو واحد ابوني لتحت، رطيك ريا وفعل الجرس باش توصل بكل جديد. درتيها، شكرا بزاف. الرجال، الاوركا هو النوع ديال الحوت اللي كيعيش في جميع المناطق وكيفضل الاماكن البارده، وكيتعتبر الاوركا من اشرس الكائنات. العلماء ديال العالم والعلماء البحر كيلقبوا بواحد اللقب ذئاب البحر، كياكل وكيصفي على اي حاجه جات قدامه وحتى شي واحد ما كيقدر يصفي عليه. كيف ما قلت لك، اي نوع على وجه البحر جيبوا الاوركا يصفي عليه. كيفاش بنظركم غيكون في جميع هذه المواصفات وما ياخذش اللقب ديال الملك؟ نعم، الاوركا ملك البحر بامتياز. كيتميز هذا الاوركا بالذكاء ديالو باش يصيد الفريسه ديالو، وكيستخدم شي حيل خطيره بزاف. واش فراسك بلي اوركا غير مؤخرا صفاتها 17 القرش؟ في هذا العام 2023 جوج ديال الاوركات صفاوها 17 القرش في مده ساعتين فقط في الساحل جنوب افريقيا. ما كتدخلش العقل. القرش اللي يهجم على السائح جيب منه 17، جوج ديال الاوركات غادي يخويو القنت، ما يبقى يبان لك حتى شي قرش كيدور. الا سولتك شكون هو اضخم حيوان على وجه الارض العالم كله، شكون هو اضخم حيوان؟ لا ماشي اوركا، وانما الحوت الازرق. الحوت الازرق اضخم حيوان على وجه الارض. تخيل ما بين الحوت الازرق الطول ديالو 29 متر، كبر من هذا البيت، بيدخلش من هذا البيت، بيدخلش من دارنا، بيدخلش من داركم. 29 متر وكيوزن 193 طن. الحوت الازرق اضخم حيوان على وجه الارض وفي العالم كله. الا شفتي الحوت الازرق غادي في الماء بحال غادي شي تران، ما تقدرش توقفو بديك الضخامه ديالو والسرعه ديالو. ولكن الاوركا صفى الحوت الازرق. في مارس سنه 2019 عمليه الهجوم بدات وحشيه جدا، حيث قفزت الاوركا على راس الحوت الازرق وسحبته إلى الأعماق الماء، والتهمت جزءا من لسانه وهو حي. إيقاف الحوت الأزرق أشبه بإيقاف القطار بسبب ضخامة حجمه وسرعته، لذا انفذت الأوركا هجمات سريعة تستهدف الزعانف والرأس وتبتعد عن الديل لأنه قوي جدا. كيف ما قلت لكم، الأوركا كتخدم الذكاء ديالها والحيل باش تصيد الفريسة كيف ما كان نوعها. وبدلا من ضربها يقفز عليها محاولا دفعها تحت الماء كي لا تستطيع الخروج إلى السطح للتنفس. يبدو أن هذا التكتيك الجديد ناجح. وماشي فقط الرجال غير القروش والحيتان، وإنما الأوركا سببت في خسائر كبيرة لبعض القوارب والسفن. كتشوف بحال هادشي كتقول سبحان الله، اقسم بالله حوت الاوركا كتعتبر من اشرس الحيتان في العالم البحر. شكرا لكم بزاف الرجال الدعم اللي كتقدموا ليا، ولكن خليني نستمر ونكمل. نتمنى تكون استفدتي معايا ولو غير بالقليل. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، وكان معكم كسيلور كيف العاده. تعيش ام 3 فور لايف.